السلام عليكم حبايبنا الغاليين، ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هنعمله كده طريقه للتمر. طريقه بسيطه وكويسه نشربها مع كوبايه قهوه، ونخفف كمان الناس اللي ما بتحبش السكر بتاع التمر. هنخففه بطريقه كويسه. عندنا 300 جرام تمر، وعندنا 200 جرام سوداني، عندنا معلقتين زبده فول سوداني، وعندنا شويه مكسرات، وممكن نستبدلهم برضو عادي بسوداني عادي. تمام. عندنا التمر في الاول، لو جبنا التمر هنشيل النوى منه وهنضربوه في الكبه، او عايزين زي ما احنا بنعمل كده. انا قررت ان انا اعمل بطريقه بسيطه، ان انا افرمه بمخرطه باي حاجه. لو عندنا كبه في البيت برضو بكل حاجه بكل بساطه. هضرب هي والسوداني، هفرمه خالص كده لحد ما مفروم معايا عامل شبه العجوه كده، مفروم معايا شبه العجوه. تمام. اخلط عليه بقى السوداني المجروش. هبدا اضيف عليه زبده فول السوداني، ممكن نستغنى عليها خالص، بس زبده الفول السوداني هتقلل من السكر بتاع التمر، فانت هتكون بتاكل حاجه حلوه كده، وفي نفس الوقت طعمها مش مسكر قوي، اللي هي تخنقك وانت بتاكل. هنزل بالمعلقتين. خلط بقى كله ببعضه كده، السوداني وزبده الفول السوداني. هبدا ان انا اخد كور بسيطه خالص واكورها كده. طبعا انا عملت شويه شوكولاته سيحتهم على حمام بخار، اديت لهم شويه زيت عشان يبقى عامل شويه جناش طري شويه، لو انا عايزه مقرمش يبقى من غير زيت. هبدا ان انا اغطس الكور بتاعتي واصفيها وادخلها التلاجة تشد شويه، عشان طبعا ده الجناش بيبقى طري شويه. بعد ما دخلناها التلاجة طلعت بالشكل ده اهي معانا. هي الشوكولاته من بره يعني عامل مقربه من الجناش شويه. لو عايزين برضو نقلل السكر بتاعها، الناس بقى اللي بتحب السكر خالص، ممكن نزود بدل ما نحط معلقتين زبده فول سوداني، يبقى نحط مثلا 4 5، نضيع السكر خالص من التمر بتاعها. طلعت معانا كور التمر بالشوكولاته. الشوكولاته حلوه ماسكه نفسيها وطريه، وقلنا زي ما احنا عايزين، لو عايزين نشفوها، وفي نفس الوقت فيها حاجات مفيده، تمر وزبده فول سوداني والسوداني. بالهنا والشفا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.